بصراحة يا جماعة أنا اتصدمت. في الفيديو بتاع النهاردة أنا حابب أتكلم معاكم عن واحدة من أحسن السماعات اللي اتعملت في التاريخ، وهي الإيربودز 4 ANC. عايزين نعمل انبوكسنج مع بعض للسماعة البريميوم جدا من أبل ديت، ونشوف مميزاتها وعيوبها. وكالعادة معاكم محمد أبو اليزيد، قناة ريفيو تك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. طيب تعالوا نعمل انبوكسنج للابل ايربودز 4 ANC بتاعت ابل. ويا جماعه بصراحه انا بيعجبني قوي الباكجينج بتاع البرودكتس بتاعت ابل عموما، بيبقى باكج شكلها نضيف جدا جدا، والماتيريالز حتى بتاعت الورق، مع انه ورق بيبقى معمول له ريسايكلينج بس معمول بطريقه جميله جدا. طبعا عندك التو سيلز ورا هنا على البوكس، والسماعه دي جايه من المانيا، فهتلاقوا الكلام اللي عليها مختلف شويه ممكن عن النسخه او الفيرجن اللي موجوده في مصر. تعالوا نفتح السيل مع بعض كده، وبصراحه الحته ديت لذيذه قوي وانت بتفك السيل كده. وطبعا زي ما العلبه فخمه جدا، فالبوكس نفسه من جوه برده فخم، مكتوب عليها طبعا انها ديزايند باي ابل ان كاليفورنيا. اول حاجه بتلاقيها في وشك هي شويه المانيوالز اللي ملهاش اي 30 لازمه، وورقه كده تعريفيه ازاي تعمل سيت اب للايربودز بتاعتك على الايفون. ونروح بقى للسماعه نفسها، واللي موجوده جوه البوكس كده بطريقه شيك جدا، وعليها من بره يعني ستيكر بسيط كده، لزقه صغيره علشان تحافظ على السماعه انها ما تتخربش. وعايز اقول لكم احساس الفتح بتاعها يا جماعه ساتسفاينج قوي. وعندك من تحت طبعا مدخل التايب سي والثلاثه سبيكرز الصغيرين دول، علشان طبعا لو السماعه بتاعتك ضايعه تقدر تدور عليها في فايند ماي. وبالنظره الاولانيه هتاخد بالك ان الكيس صغيره سيكا. طبعا من تحت زي ما قلت لك عندك السبيكرات علشان تدور عليها. الكيس يا جماعه صغيره قوي، بتفكرني بالايربودز 3. طبعا هي ما بين الايربودز 2 القديمه وما بين الايربودز برو من حيث المساحه او المسافه بتاعه الكيس. نفتح كده بقى وناخد نظره اوليه على السماعات من جوه. يا جماعه الكيس ديت بريميوم بطريقه فظيعه. طبعا عندك LED قدام كده عشان توريك الستيتوس بتاعه البطاريه زي ايربودز موجوده في السوق. الماجنتكس بتاعه السماعه قويه جدا، حرفيا بتحس ان السماعه بتتشفط جوه الكيس. والسماعه نفسها او الكيس نفسها شارب جدا. ولو جينا بصينا على السماعه او الديزاين بتاعها شبه الجيل الثالث اللي هو بتاع السنه اللي فاتت، ولكن طبعا محسن، وضايفين في الفيرجن اللي معايا دي اكتيف نويز كانسليشن، وهنتكلم عليه بالتفصيل في الفيديو. ولكن السماعه قصيره وصغيره جدا، والملمس بتاعها طبعا بريميوم كعاده البرودكتس بتاعه ابل. طبعا عندك من هنا الزرار الكليكي ده، هو مش بيكليك ولكن بيعمل هابتك فيدباك كده في ودنك، بيحسسك ان هو اتضغط. وطبعا في مجموعه من المايكات والسنسورز متوزعين في السماعه في كل حته. طيب علشان تعرفوا بقى السماعه دي قد ايه صغيره، ادي مقارنتها مع الجالاكسي بادز 3 برو اللي هتلاقوا الفيديو بتاعها في الاي اللي فوق. البادز 3 برو كبيره قوي قوي مقارنه، او كبيره شويتين يعني مقارنه بالايربودز 4 بتاعه ابل. طبعا الكيس نفسها زي ما انتم ملاحظين فيها فرق شويه في الحجم. بص كده الكيس طبعا اطول واعرض سنه من الابل، انما الابل بالظبط كده شبه الصابونه، بتفت في ايدك كده بطريقه لذيذه قوي. ولو جينا نشوف السماعتين جنبا الى جنب كده، هتلاقوا السماعه طبعا بتاعه السامسونج اطول شويه. وعايز اقول لكم يا جماعه الايربودز 4 السماعه قصيره شويتين ثلاثه عن اي سماعه موجوده في السوق، حتى لو سماعه من شركه كبيره زي سامسونج. شركات بقى زي انكر طبعا وريلمي والشركات دي كلها السماعات بتاعتهم عاده بتبقى طويله، انما السماعه بتاعه الايربودز 4 قصيره سيكا مقارنه باي سماعه تانية في السوق. والكيس طبعا محكمه، السماعه ما بتقعش منها خالص. طيب خلينا اتكلم معاك بقى على الديزاين والشكل بتاع الايربودز 4. بريميوم جدا جدا جدا، والكواليتي طبعا لا يعلى عليها، مفيش بعد كده. وعلى حسب انت بتحب الديزاين اللي هو فيه اير تيبس زي مثلا الايربودز 2 برو، او بتحب الديزاين اللي ما فيهوش اير تيبس. في ناس بتحب الديزاين اللي من غير اير تيبس ده علشان بيبقى مريح في الودن، ما بتحسش ببريشر على ودنك وانت لابس السماعه. وبصراحه ده الوضع هنا، السماعه مريحه جدا في الودن. واللي هياخدنا للبوينت الثانيه وهي الراحه في الودن. السماعه مريحه جدا في الودن يا جماعه بصراحه، ما بتحسش فيها باي بريشر كده على ودنك، بتحس ان انت فري، بتتحرك بسهوله، وبتعلق كويس في الودن. يعني غريبه، انا بحب استعمل السماعات اللي فيها ايربودز
ولكن السماعه دي مش مضايقاني خالص، مريحه في ودني كده وحاسس ان انا واخد راحتي، عارف اتحرك يمين وشمال. وخلينا اروح معاكم للبوينت اللي بعد كده وحابب اتكلم عليها، وهي الكواليتي بتاعه الصوت بتاعه الايربودز 4 ANC. بعد سيشن طويله كده من الاستماع والمقارنه بينها وبين الجالكسي بادز 3 برو اللي فيها اير تيبس، بصراحه يا جماعه انا اتصدمت. معرفش هم عاملين ايه في الصوت. الصوت تحفه بكل المقاييس، كل ديتيل موجوده في الاوديو او التراك اللي انت بتسمعه باينه قوي في السماعه. وانا بصراحه كنت مصدوم لان انا متوقع عاده ان السماعات اللي فيها اير تيبس بتبقى جوه الودن صوتها احسن، ولكن السماعه دي في الودن بصراحه خرافيه. طبعا ما تستناش منها بيز عالي قوي، ولكن هي البيز بتاعها محترم قوي على الفئه بتاعتها. طبعا انت هنا بتتكلم على فئه بريميوم جدا، فتفاصيل الصوت هنا ممتازه. لما بتعمل حتى الايكولايزيشن على النورمال من غير ما يبقى عليه اي اديتنج، بتلاقي البيز واضح جدا. طبعا هو مش اقوى حاجه زي السماعات اللي فيها اير تيبس، لان هي بيبقى فيها باسيف واكتيف نويز كانسليشن، ولكن هنا الصوت على انها سماعه اوبن فيت ديزاين ما فيهاش اير تيبس تحفه بكل المقاييس. وده هيودينا للبوينت الثانيه، وهي الاكتيف نويز كانسليشن. واللي بيميز السماعه دي عن السماعه الايربودز 4 العاديه هو حته الاكتيف نويز كانسليشن، واللي عشانها بتدفع تقريبا 2000 او 3000 جنيه اكتر. وبصراحه يا جماعه الوضع هنا غريب جدا. معروف ان السماعات اللي فيها اير تيبس بتعزل الصوت بطريقه كويسه، وانا لما جربت الجالكسي بادز 3 برو كنت لاقي عزل كويس منها، علشان كده انا خليتها واتخليت عن الهواوي. ولكن السماعه دي على الرغم من انها اوبن فيت ديزاين، ولكن بتقدم كواليتي نويز كانسليشن ممتازه، بتقلل لك الاصوات الخارجيه بطريقه عاليه جدا. ما كنتش متوقع كده بصراحه من ديزاين بالشكل دوت، ولكن هي بتقضي على الاصوات الخارجيه بطريقه عاليه جدا. ممكن اقول لك مثلا بتوصل لنسبه 90% من الجالكسي بادز 3 برو، بس اكيد مش توصل لنفس الليفل بتاع الايربودز 2 برو. وخلينا اتكلم معاك عن كواليتي المايكات. وطبعا ابل معروفه انها بتقدم ايربودز فيها يعتبر احسن ميكروفون موجود في العالم، وده الوضع هنا. الميكروفون بتاع السماعه دي ممتاز جدا، الطرف الثاني سامعك بكل وضوح، النويز كانسليشن بتاعه بيعزل الاصوات الخارجيه بالنسبه لك بطريقه كويسه قوي. وهسيب لكم تيست ليه دلوقتي، اسمعوه وقولوا لي رايكم. طب الصوت اللي انت بتسمعوه دلوقتي ده متسجل بالميكروفون بتاع الايربودز 4 ANC. طبعا السماعه دي يا جماعه فليج شيب، مش محتاجين ان احنا اصلا نجرب الميكروفون بتاعه، خصوصا ان ابل بتعمل ميكروفونات ممتازه جدا. ولكن انتوا تقدروا تسمعوا كواليتي الصوت طبعا وتحكموا عليها بنفسكم. انا قاعد في جو يعني هادي شويتين ثلاثه، في بس صوت مثلا الشجر، في عربيات بتتحرك جنبي، ما فيش هوا جامد قوي، ومع ذلك هتلاقوا نفسكم سامعيني وفاهميني بطريقه كويسه قوي، لان طبعا الميكروفون هنا فلاج شيب ليفل ممتاز قوي. زي ما انتم سمعتوا، انتوا اللي تقدروا تحكموا على التجربه بتاعه الميكروفون، ولكن الميكروفون بتاع السماعه دي ممتاز. طبعا كشويه سبيكس موجوده في السماعه ديت، انها بتدعم طبعا ال 360 ساوند. لو انت بتتفرج بقى على فيديوز على مثلا ابل تي في او كده، تقدر تشغل ال 360 سبيشال اوديو دوت، وتقدر تتحرك راسك كده وتلاقي الفيديو ثابت في مكانه. وعندك طبعا انك تتحكم منها في سيري السمارت اسيستنت بتاعتك، وبقى فيها شويه كوماندز بقى، زي تقول لها مثلا افتحي الكاميرا، اقفلي الكاميرا، اقفلي البلوتوث، وهكذا. طبعا السماعه بتتشحن عن طريق مدخل تايب سي، واللي بقى موحد في كل اجهزه ابل من اول الجيل اللي فات. وعندك برده من تحت سماعات صغيره كده، عشان لو السماعه ضاعت منك تقدر تخليها تطلع صوت من الابلكيشن بتاع فايند ماي. وبتبلغ طبعا زي الاير تاج كده على فايند ماي انك ممكن توجه موبايلك وتوصل لها بدقه. واكيد بتدعم الوايرلس تشارجنج، علشان لو عندك طبعا شاحن وايرلس او ماك سيف تقدر تشحن السماعه دي عليه. وخلينا اروح اتكلم معاك على البطاريه. والبطاريه هنا بتشتغل حوالي 25 ساعه تقريبا باستخدام الكيس لما تكون مشحونه كلها 100%. والسماعه نفسها بقى وهي انت مشغلها في ودنك بتدي لك حوالي 4 ساعات ل 4 ساعات وربع استماع متواصل وانت مشغل الاكتيف نويز كانسليشن. لو قافل الاكتيف نويز كانسليشن المده ممكن تطول معاك ساعه زياده كمان، فتوصل في 5 ساعات 5 ساعات وربع. وطبعا معظمكم لو جايب السماعه دي هيبقى غالبا بيستعمل ماك سيف او عنده شاحن وايرلس، فانت قبل ما تنام ممكن تحطها على الشاحن، تصحى الصبح هتلاقيها اتشحنت وامورك تمام. واخر حاجه ممكن نتكلم عليها على السماعه ديت وهي السعر بتاعها. السماعه دي دلوقتي في وقت تصوير الفيديو سعرها من 9000 ل 9500 جنيه. انا عارف ان السعر بتاعها عالي شويتين ثلاثه، ولكن انت بتجيب برودكت من ابل فمعروفه دي اسعار ابل عادي. والسماعه دي ممكن نرشحها لمين؟ السماعه دي تترشح بكل قوه لاي حد بيحب الاوبن فيت ديزاين بتاع السماعات ونفسه يجيب سماعه فيها اكتيف نويز كانسليشن بس ما تبقاش مضايقاه في ودنه. السماعه دي بصراحه العزل بتاعها ممتاز، على انها بتيجي بديزاين اوبن فيت مش ديزاين الاير تيبس، وبتقدم كواليتي ممتازه طبعا من حيث الصوت
والميكروفون والنويز كانسليشن. وبس كده، دي كانت كل حاجه انت محتاج تعرفها عن الوحش الايربودز 4 ANC. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه، والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.